امشي يا حبيبي يلا اتحرك. امشي ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. احنا طالعين عشان نفهم ايه المشكلة والحساسية اللي زادت عن اللازم للمصريين دي. بنسأل ليه بقيتوا كده وتصرفاتكم بقت غريبة. يقولون درسناكم، ودائما يقول لك المثل من طق الباب تلقى سمع الجواب. سمع الجواب يلي درستنا. نسبة الأمية في بلدي كان نسبة الأمية 3%. كم نسبة الأمية في بلدك؟ تلقاها 4 5 6 أدبال. النسبة مو بالعدد. اللي أثارت غضب المصريين. الاتنين اللي أساوا للمصريين دولت لا يمثلوا المملكة العربية السعودية في شيء، وبنطالب بعقابهم. عاوزين تتعرفوا على الكارثتين اللي حصلوا دولت؟ خليكم معايا بعد الانترو. لايكك الجميل، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. احنا قدام كارثتين في منتهى الغرابة اثارت غضب المصريين. الكارثة الاولى اهي. امشي يا حبيبي يلا اتحرك. امشي ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. مع الحرمة يلا شيل حرك يلا اتحرك. ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. بالذوق والادب. انا اوريك تعال تعال هنا. صور شرطة بيعمل كده. ايدك ما تتمد. صور فيديو، صور فيديو. انا معاك صور فيديو، صوري فيديو. لا قربت لك، اوقف هنا. ما قربت لك، اوقف. انا مش عايز، انا مش عايز يا حاج. هذا الشرطة السعودية، هذا الشرطة جاي بيهدون العمرة يا حاج. تخيل كده لو فرد امن بيشد زوجتك ويمد ايده عليها بالطريقه ديت امشي يا حبيبي يلا اتحرك. وتيجي تدافع عنها يقوم شدك ويمد ايده عليك بالطريقه ديت. امشي ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. مع الحرمة يلا شيل حرك يلا اتحرك. ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. بالذوق والادب. انا اوريك تعال. وقدام الكعبه الشريفه كمان. ده لو حتى مش زوجتك ولا اختك ولا امك ولا قريبتك هتدافع عنها، عشان ده لا يرضي ربنا ولا القيم الانسانيه. بنقول لخادم الحرمين الشريفين لقد اسأت الاختيار للاشخاص النكره اللي زي دي. نسيت تفهمهم او هم نسيوا ان هم قاعدين لخدمه ورعايه وتوفير السلامه والامان لضيوف الرحمن، مش ضيوف دوله تانيه. الكعبه الشريفه ديت مش بتاعتكم، ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وانتوا اللي مستفيدين منها. لقد اسأتم الضيافه والمين لاخواتكم المصريين اللي احنا طول عمرنا حبايب مع بعض. احنا كده بقينا نشك في اللي بيحصل للمصريين ده، وفي الحرم كمان. علمتوا افراد الامن احترام المكان المقدس ده؟ علمتوهم الايه الكريمه ديت؟ ولا ما سمعش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رفقا بالقوارير اللي هم النساء؟ فين انت من كل ده؟ بنقول للشخص ده لو المعتمر ده او المعتمره ديت بيحملوا الجنسيه الامريكيه كنت هتجرؤ ان انت تعمل فيهم كده؟ والله ما هتجرؤ. احنا بس ما بنشطرش الا على بعض، واخد بمقولة لا تعرف ديته اقتله. انت اصلا لا تمثل المملكة العربية السعودية في شيء. احنا عارفين الشرطة السعودية بتطبق القانون كويس وما بتمدش ايديها على اي واحدة ست، لدرجة ان لو في مثلا كمين ولو عايزين يفتشوا واحدة ست بيستنوا لحد ما يجيبوا واحدة ضابطة من الشرطة هي اللي تفتشها. لكن المشهد ده غريب واثار غضب الجميع. وهو المعتمر المصري اهو رغم اللي عمله الشرطي ومع زوجته بالزق والضرب تمالك اعصابه وما مدش ايده ولا لسانه. امشي يا حبيبي يلا اتحرك. امشي ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد. مع الحرمة يلا شيل حرك يلا. يبقى له حق ولا لا؟ ده كله متصور اهو. وما تقوليش بقى ممنوع التصوير في الحرم. هو ما صورش صورة سيلفي ولا صورة لنفسه يتباهى بيها،
زي ما ناس عملوا قبل كده. هو بيصور عشان لو ما كانش يصور كان ممكن حق مراته وحقه يضيع. تعالوا بقى للكارثة التانية. يقولون درسناكم، ودائما يقول لك المثل من طق الباب تلقاه سمع الجواب. سمع الجواب. يلي درستنا نسبة الأمية في بلدي كان نسبة الأمية 3%. كم نسبة الأمية في بلدك؟ تلقاها 4 5 6 أدبال. النسبة مو بالعدد، النسبة. أنا أكلمك أفريج. كان علمت بلدك، علمت ببلدك، يعني أنت زادت عندك الأمية واللي علمتهم نقص عندهم الأمية. يقول درسناكم. طيب أعتقد أنه هذا الخطاب نتيجة صدمة من التقدم الكبير اللي يشعر فيه الناقص اللي يقول هالكلام، من التقدم الكبير اللي حصل في دول مجاورة له، وهو ما ثبت حتى في مكانه، راح المكان أسوأ. بتقول لي تاريخ، والله التاريخ يقاس بإيش؟ بالبناء، صح؟ أنت منطقك أنك تقول لي أنا عندي تاريخ مقاس بالبناء، صح؟ أول بيت وضع للناس آدم نزل. تكلمني في بلدي. للي اسمه التركي آل الشيخ اللي يقول نسبة الأمية عندنا 3%. طب ايه الفايدة في كده وعايز توصل ليه؟ انت ما بصيتش على قدوتنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وقاعد تعايرنا وتقول انتوا هتخسروا كتير. بقول لك بقى احنا مش هنخسر قد اللي احنا خسرناه. بتهددنا بال3 مليون مصري اللي عندكم. انت مين اصلا عشان تقول كده؟ وعلى العموم انت ما عندكش نظر، دولت ولا حاجة قدام اخواتنا السودانيين والسوريين اللي عندنا. على العموم اخواتنا المصريين اللي عندكم ثابتين وجودهم وانتوا اللي عايزينهم ومستفيدين بهم. صح ولا لا؟ فاكر قبل كده كنت بتمدح في مصر والمصريين قبل ما تعمل المسرح بتاعك ده؟ واهلا وسهلا بكم في موسم الرياض من ارض المزاريطة. احب اقول لكم اهلا وسهلا بكم في اول مهرجان. في ايه بندوس على مسمار ولا حاجه؟ ولا خلاص خلصت حاجتي من جارتي خلاص؟ ما تبقاش كده بوشين. الخلاصة انتوا الاتنين لا تمثلوا المملكة العربية السعودية في شيء. انتوا جينات تانية، يا ريت بس تعرفوا انتوا مين اصلا. وبنطالب السلطة المصرية تطلع بيان رسمي باللي بيحصل ده، وكمان بنطالب السلطة السعودية بيان رسمي بكده. بنطالب الامير محمد سلمان بالتحقيق مع الشخص الاول ده بمعاقبته. وكويس ان انت غضبان من الموقف اللي حصل ده. يا ريت بقى نشوف رد فعلك اتجاه قدام الشخصين دول بالتحقيق مع الشخص الاول ده وبمعاقبته. الاول يا ريت يتحاكم، والتاني يا ريت يتعزل وتتحفظ على امواله. المملكه العربيه السعوديه هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من القياده، ثم بالسعوديين. نحن لا نحتاج احد، الناس تحتاج. وتوجهها لصالح المملكة. وفقك الله وحمى الله السعودية ومصر. حفظنا الله جميعا. لو فدتك ولو بحاجة بسيطة ضع لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.